الفرق بين الناسور الشرجي والناسور العصعصي. فيه التباس عند بعض المرضى. الفرق بين الاتنين: الناسور الشرجي هي عبارة عن قناة بتربط القناة الشرجية بالجلد حوالين الشرج، ودي مشكلتها بيكون فيه إفرازات بشكل مستمر وآلام والتهابات حوالين الشرج، ودي حلها هو التدخل الجراحي. مع الطب الحديث زي ما قلنا نقدر نعملها بالليزر بعد الكشف الطبي وبعد عمل فحوصات اللازمة. أما الناسور العصعصي له اسم تاني اللي هو كيس الشعر. العصعصي موجودة في أسفل الظهر في منطقة العصعص، وهي عبارة عن التهاب في هذه المنطقة وتكوين كيس. الكيس ده بيكون فيه شعر بيعمل التهاب مزمن. مشكلة الكيس ده إنه دايما فيه التهابات وإفرازات، فبالتالي لازم تدخل جراحي. ممكن حديثا بنقدر نتدخل عن طريق الليزر، إن إحنا بنستأصل الشعر ده ونكوي الناسور بالليزر. بالتالي في فرق كبير بين الاتنين، وفرق في طريقة العلاج وفرق في التشخيص. فأي مريض يعاني من أي آلام حوالين الشرج أو آلام أسفل الظهر معاها إفرازات يتوجه للطبيب لتوقيع الكشف الطبي. ودمتم سالمين.